ايه يا صديقي، عامل ايه؟ بقالك سنتين في دراسة اللغة لسه مخلصتش؟ هنا في مكتب الأجانب عملوا لك سنة إقامة لغة، وكمان جدوها لك كمان سنة إقامة لغة، ولسه مخلصتش اللغة اللي المفروض الجامعة طالباها منك. لا، الموضوع هيبقى صعب لو رحت المكتب الأجانب بعد كده لما الإقامة بتاعتك تنتهي ويلاقوك إن أنت لسه مخلصتش اللغة. في طريق كده سهل ولذيذ أحكي لك عليه مختصر إنك تخلص اللغة في أقرب وقت. ازيكم يا شباب، السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. عاملين ايه؟ رمضان كريم عليكم كلكم بإذن الله. ورجعنا لكم النهارده في فيديو اعتقد انه مهم جدا 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 لكل الناس اللي بتفكر ان هي تيجي تاخد قبول مشروط وتكمل هنا لغة في ألمانيا. هنشوف المزايا والعيوب اللي انت تاخد اللغة في ألمانيا. نبتدي بالمزايا. فبتيجي هنا تدرس اللغة، في معظم الحالات انت بيبقى المدرس بتاعك شخص ألماني يتكلم مترشبراخ، لغة الأم بتاعته ألماني، فبتشرب انت اللغة منه دايركت بشكل افضل. زائد لو انت اتكلمت مع الناس في الشارع، اتعاملت في الشغل بالالماني، كل ده بيطور اللغه عندك. كون ان كل حاجه حواليك بتتكلم الماني، اليافط، المحلات، المصالح، الطلاب اللي معاك كمان في الكورس، كل دول حواليك والدنيا كلها بتتكلم الماني، ده هيساعدك ويخليك تركز على دراسه اللغه. من العيوب دراسه اللغه في المانيا هي انك انت هتدفع فلوس كتير. كل مستوى يقسموا لك المستويين، مثلا A1 1 و A1 2. كل مستوى فيهم مثلا تقريبا 300 يورو ب 200 يورو، فهتلاقي نفسك دفعت كوبش قد كده في دراسه اللغه عشان توصل لمستوى مثلا بي 2 او C1، عشان بعديها تعمل فوربرايتنج كورس تحضيري للامتحان اللي هيأهلك لدراسة الجامعة. بس في نقطة، ان انت لما بتيجي على هنا انت ما بتكونش جاي من الA1، انت بتكون جاي لما تكون مخلص B1 على الأقل في مصر او في بلدك اللي انت هتقدم عليها. بس في معلومة برضو احب ازودها، ان كل سفارة في كل بلد ليها شروطها. في مصر عشان تخرج من مصر بقبول مشروط لازم تكون محقق الB1، لكن لو رحت للامارات ممكن يكون الامارات مثلا السفارة الألمانية في الامارات ليها وضع مختلف. في الكويت ممكن تروح مثلا، في ليبيا، في تونس، في الجزائر، كل بلد فيها شروط في السفارة مختلفة عن التانية. فبالتالي انت شوف المستوى اللي طالباه السفارة. في مصر طالبين على الأقل B1 أو B1 في الألماني عشان تقدر تسافر هنا وتكمل بقى هنا البي 2 والسي 1 وتخش على الامتحان المؤهل للجامعة. في ناس للأسف بتيجي بعد البي 1 ما بيبقاش أصلا مستواها بي 1، بيبقى معاها شهادة إن هي واخدة البي 1 بس مستواها أصلا مش بي 1، فبتيجي هنا تعاني شوية في اللغة. بتقعد حبة كتير جدا تدرس البي 1 تاني، وبتدرس بعديها كمان البي 2 1 وبي 2 2، وبعديها ممكن يبقى عندنا اختيار تاخد فوربرايتنج كورس تحضيري للامتحان. بعد ما تخلص كورس تحضير الامتحان تخش الامتحان، ممكن تنجح فيه من اول مره، ما تنجحش فيه وتنجح مثلا في تايل او جزء منه والجزء التاني تعيده بعدين. فقصه انك تدرس اللغه مش سهله في المانيا. والنقطه التانيه اللي كانت فيها ضغط قبل كده بس اتعدلت، ان انت تبقى واقع دايما ان انت معاك حساب مغلق وانت بتصرف منه بيخلص قدامك وما بتعرفش تشتغل. ده قبل كده الحوار ده من 1 مارس تعدل، بقيت انت تشتغل زي الطالب بالظبط. من حقك انك تشتغل 20 ساعه في الاسبوع اثناء دراسه الكورس. ما بين الكورسات وبعضها لو انت خلصت كورس وفي مثلا لسه شهر عقبال ما الكورس اللي بعديه يبتدي، ممكن في الشهر ده تشتغل فول سايت شغل اجازه يطلع لك برضه فلوس حلوه. ممكن 2000 يورو صافي، ممكن 2000 ونص، ممكن 1000 ونص. يا عم اي شغل طلع لك فلوس هيسد معاك شويه في الحساب المغلق اللي انت جاي بيه. فعشان انت تختصر القصه دي كلها، فمكتب الاجانب بيديك في الاول سنه تدرس اللغه. ما خلصتهاش في سنه ممكن يغلس عليك، او ممكن يديك كمان تاني سنه. طبعا المعيار بتاعه اللي هو بيقيس انت فعلا ماشي في اللغه ولا لا، ان انت خلصت كورسات في معاهد لغه، او انك انت خدت امتحانات بتاعت مستويات. يعني تقدر تقدم له ان انت خلصت مثلا البي 2، او تقدر تقدم له ان انت مثلا خلصت السي 1. لو انت ماشي في اللغه عمره ما هيوقفك مكتب الاجانب، لان هو خلاص هو شايف قدامه واحد بيتعلم اللغه ودايس فيها، وقليل جدا اللي بيعرف ان هو يدوس ويكمل في اللغه الالمانيه. فهو عايزك زي ما انت عايزه، هو عايزك تقعد هنا في المانيا تكمل دراسه وتشتغل في المانيا. فاكيد هو مش هيغلس عليك قوي لو انت قعدت بعد سنه ما خلصتش اللغه، ممكن يديك سنه كمان انك تخلص فيها اللغه. بس في فكره بقى، لو انت خلصت سنتين وكمان لسه انت ما خلصتش الامتحان المؤهل للجامعه، ساعتها في مشكله ممكن ما تحصل مع مكتب الاجانب. يقول لك انت بتعمل ايه بقالك سنتين ومش عارف تكمل من بي 2 لسي 1؟ في مشكله، ممكن يغلس عليك، ممكن يديك فيكسيون دي بتبقى ورقه كده، يعني تمديد الاقامه لمده 6 شهور، ما بتبقاش اقامه، بتبقى ورقه كده بس بتمد الاقامه. بيديك 6 شهور ويقول لك تعالى نشوفك تاني بعد 6 شهور خلصت ايه وعملت ايه. فبتبقى انت تحت ضغط ان انت عايز تخلص اللغه. انا جاي في فيديو النهارده هقول لك طريق مختصر تخلص فيه اللغه بتاعتك، بس في نفس الوقت هو مش احسن حاجه. ليه؟ هقول لك.
الطريق المختصر اللي بقول عليه ان في بعض المعاهد وواحد منهم في هانوفر بيديه واحد روسي. بعض المعاهد النوع دوت هي عباره عن بتستلمك بعد ما تكون خلصت البيتس باي. هي عندها اكيد كورسات بيتس باي، بس اللي انا هقول لك عليه ده مرحله ما بعد البيتس باي. لو انت خلصت البيتس باي، المعاهد دي بتاخدك انت وتعملك فوربرايتنج كورس تحضيري للامتحان. على سبيل المثال الروسي دوت بيحضر امتحان الديس ها. ديس ها ده امتحان لغه قبول في الجامعات، وبيتقسم لثلاث مستويات: شتوفا اينس وتسفاي ودغاي. لما بتيجي انت عايز تقدم عليه وتمتحنه بيبقى صعب، لان هو بيبقى اماكن محدده في الجامعات كل ترم. فهو الشخص دوت بيديك فوربرايتنج كورس في المعهد، كورس تحضيري للامتحان، بيهيئك كويس قوي للامتحان، بس مش بيعلمك لغه. يعني بيهيئك كويس قوي انك تخش الامتحان تنجح فيه، بس مش بيركز قوي على انك تكون مستواك انت مناسب للجامعه. يحل لك قضيه انك انت تخلص الالماني وترميه ورا ظهرك. فهو بيهيئك قوي كويس في الامتحان، بيقول لك بالظبط النماذج اللي بتيجي في الامتحان، ويحجز لك كمان بالاضافه ده مكان. هو ليه طبعا كونتاكتس في الجامعات، يحجز لك مكان ليك انت شخصيا جوه جامعات في شرق المانيا في الغالب، كامنت سما دريسدن الحتت دي، وتروح انت الامتحان. في الغالب بتبقى انت عارف بنسبه كبيره قوي الامتحان هيجي في ايه بالظبط، ايه النماذج اللي هتيجي فيها، وبعد كده بتخش الامتحان، تحل الامتحان، تخرج منه اكيد بنسبه كبيره قوي هتكون ناجح ان شاء الله. اعرف تجارب بتاع 4 أو 5 اشخاص عملوا نفس الفكره، كانوا مطورين قوي في اللغه وجم مع الشخص الروسي دوت، بس هو بيتكلم الماني فلوينت، يعني هو الالماني بتاعه كويس جدا. قعدوا شهرين حضروا الامتحان، راحوا الامتحان، نجحوا في الامتحان، خدوا الشهاده، وبعد كده قدموا فيها في الجامعات. الطريق دوت طريق مختصر وبيوفر لك فلوس، اكيد بيوفر لك مجهود ممكن، وبيديك الشهاده امتحان اللغه اللي تقدر تسجل انت فيه في الجامعات. بس الطريقه دي على الجنب الاخر هي مش بتعلمك الماني، هي بس بتهيئك شويه للجامعه، بس مش جامد قوي. فانت لو بتخش الجامعه خليك عندك دايما في الاعتبار ان اول ترم تاني ترم هتلاقي فيهم مشاكل في اللغه، تقدر انك تحلها، بس على الاقل وضعك في البلد يكون محلول. الوضع ان انت خلصت فيه اللغه وبدات الجامعه يكون خلاص خلص الموضوع. فهو دي الطريقه اللي انا حبيت اذكرها وحبيت اقول لكم عليها، يمكن كتير جدا منكم ما تعرفوش. بعض المعاهد الاخرى برضو في هانوفر بتعمل نفس الحوار، بس مش في الديس ها، تلك سي اينز. حاول ان انا اجيب لكم اللينكات بتاعت المعاهد ديت واحطها لكم في الوصف، للي حابب يجي حوالين هانوفر ويدرس اللغه فيها، ممكن تفيده ان هو يخلص اللغه في اسرع وقت. وممكن امثال للمعاهد دي في مدن تانية انا للاسف ما اعرفهاش تكون موجوده برضو، تديك تحضير اللغه وتهيئ لك للامتحان كويس بحيث تروح تنجح على طول. لو انت عايش في مدينه تانية وعرفت برضو ان في معهد بيعمل حاجه زي كده، ممكن تكتبه في الكومنتات التعليقات، اكيد هيفيد حد من اللي بيتفرج على الفيديو. اتمنى يكون الفيديو بتاع حلقه النهارده عجبكم وانبسطتوا بيه، ولو في اي اسئله انا سعيد جدا بيها في الكومنتات نجاوب عليها مع بعض ونتناقش فيها ونشوف لو في حلول كمان بره الصندوق. رمضان كريم، كل سنه وانتم طيبين تاني، واستنوا ان في فيديو جامد جدا يوم الجمعه الجاي. الفيديو دوت اول فيديو بودكاست، هيبقى فيديو طويل جدا عن ألمانيا، هنتكلم فيه عن كتير معلومات أكيد هتفيدك أنت كشخص جاي يدرس في ألمانيا أو حتى جاي يشتغل. فاستنوا الفيديو دوت، هيبقى فيديو حلقة نارية، أول بودكاست هنزله على القناة، وهيبقى حلقة طويلة فيها كمية معلومات جميلة إن شاء الله. مستني دعمكم على الفيديو دوت، ومستني دعمكم كمان على الفيديوهات اللي جاية. وما تنساش بقى تدوس اللايك، تشترك في القناة، تفعل زر التنبيهات عشان يوصلك دايما كل جديد. أشوفكم دايما على خير في أفضل صحة وحال. سلام أحسن ناس.